نرجع ونقول السلام عليكم ورحمة الله. معكم يوسف جدو، فيديو جديد تاني مع تجربة مطعم البركة. عنيف انا النهارده شوية، جعان جدا. اهدوا بقى شوية بقى عشان اطلع كلام حلو كده. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة حوالي 2:30 3 بالليل. المهم النهارده معانا تجربة مطعم حلو ولذيذ وعامل قلبان كده تمام، وبيعمل عروض حلوة. جبنا منه عرضين، عرض حلو وعرض احلى. لاننا بقى من الفيديو اللي فات بدأنا الحلقات الحلوة والفيديوهات الحلوة، وبدأنا ندخل بقى في الفرايد تشيكن والحاجات اللذيذة دي. قررت ان احنا نكمل شوية بقى في الفرايد تشيكن تمام. المفروض ده كان هيتصور فيديو تاني، بس هي كل حاجة نصيب طبعا. جه قدامي كده وانا بقلب مطعم البركة. المطعم ده انا كنت عايز اجربه من زمان. احنا الحلو بنقول عليه حلو، اللي مش حلو بنقول عليه مش حلو، لان احنا ما بنعرفش نطبل لحد تمام. المهم مطعم البركة ده هو ايه؟ البيكي المصري. موجود منه فرعين حلو، فرع في شارع الاذاعه في بكوس، فرع في العسوي. المهم هو عامل شويه عروض كده، منهم عرضين عجبوني. اول عرض اسمه عرض البيك، وفي عرض البيك شيكو بايتس، وفي عرض تاني على الفطير حلو. انا جبت عرض البيك شيكو بايتس، عباره عن 4 قطع دجاج، معاهم بطاطس، معاهم رز، معاهم كايزر، معاهم توميه، معاهم كولسلو، معاهم كاتشب. كل ده عامل 70 جنيه، ومعاهم فطيره بالشوكولاته والموز. تاني عرض هو عامله فطيره حلو ومعاها فطيره شوكولاته ب 40 جنيه. ده بقى العرض ده عظمه وعجبني قوي، وده اللي خلاني اجرب المطعم، لان هو ده الاعلان اللي جه قدامي. الاتنين دول ب 40 جنيه، يعني فطيره ب 20 جنيه. ده مبلغ كويس جدا، بس تطلع الجوده بتاعتها عاليه. عشان ما نطولش في الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا انزل اعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وقول لي على افكار حلوه كده عشان نعمل فيديوهات لذيذه حلو. يلا بينا نبدا الفيديو. دي كده محتويات وجبه البيك شيكو بايت. ده كده شكل النص فرخه. انا شايف ان الكميه حلوه، يعني الكميه هنا حلوه. هنا كاتشب، توميه، كولسلو، كايزر. طبعا بصوا بالنسبه للرغيف اللي كان جاي مع ستومك ده، بالنسبه له طبعا حاجه تانية. عيش طازه. ده شكل الرز اللي جاي مع الوجبه، معلقه بتاعتهم. ودي بقى اللي هي الشيكو بايتس. ده فطير بالشوكولاته والموز، هنشوفه بقى في اخر الفيديو. بصوا ده بقى يتقال عليه فعلا دي نص فرخه، يعني ده الصدر كامل اهو تمام. دي الدبوسه برده كامله زي ما هي. ده كده بقيه الورك، وده الجناح تمام. طبعا كلنا عارفين الجناح. انا مش عارف الجناح ده ايه لازمته، يعني يبدلوا لنا بحته صدر، يعني تعمل انا واجب بقى يا معلم. وفي هنا شويه بطاطس برده. يعني انا شايف كنص فرخه ومعاها الحاجات دي كلها ب 70 جنيه. طبعا ومعاها حاجه حلوه ممكن تطلبها من غير دي، اسمها وجبه البيك بس ب 65 جنيه. انا بالنسبه لي شايف السعر كويس. انا شايف الحاجات ياما بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه بقى الطعم، وان الحاجه تبقى طازه. يلا ندوق ونقيم. نبدا ايه بالرز والحاجات الحلوه دي، وبعدين ندخل بقى ايه على الفراخ. طبعا انا الفراخ طلبتها عادي مش سبايسي، ما بحبش الحاجه حاميه او حراقه، انا بحب اتمزج بالاكل. هندوق الرز كده بتاعه، نقول بسم الله. برضو كميه الرز مقارنه بالفيديو اللي فات الكميه حلوه. تعالوا ندوق. المعلقه جودتها كويسه قوي، لونها كمان شيك كده. تعالوا ندوق بسم الله. بسم الله. بالنسبه للرز يا جدعان الصراحه طعمه حلو، لسه سخن، الرز مش معجن، بس الفلفل الاسمر فيه زياده شويه، بس هو في الاجمالي طعمه حلو. فيه بهارات كده طعمها حلو. عنده بقى البطاطس الحلوه بتاعته دي رفيعه وحلوه كده. بحب البطاطس تبقى مليانه شويه، بس ندوق ونجرب. بسم الله. هنجرب التوميه بقى بالبطاطس كده، حكايه. الصراحه الاكل بتاعه حلو، وصيته كمان على قد ما يقدر الاكل يكون سخن. هو فعلا الاكل سخن، البطاطس طازه مش مجلده، حلوه. التوميه برده طعمها حلو. تعالوا بقى ندوق الكولسلو. انتوا عارفين ان انا بحب ادوق الكولسلو بالعيش. العيش بتاعه بقى ايه جميل قوي، وهو عمل فيه حركه حطه في الكيسه بتاعت الرز، فبقت سخونيه الرز مطريه العيش مش منشفاه. ويعني العيش بصوا طازه خالص. تعالوا ندوق كده الكولسلو كده كله سولو، جامد قوي. بصوا هنا بقى متقطع ازاي. لو تفتكروا الفيديو اللي فات بتاع ستومك، عشان انتوا شفتوا الحاجه فيه كانت متقطعه كبيره ازاي. ده بقى هنا ده متقطع صح. وبعدين شوفوا الكميه هنا
اكبر من الكميه بتاعت المره اللي فاتت. خش بقى على التقيل، خش بقى على الفراخ ونشوف ايه دنيتها. انا عن نفسي بحب الصدر، تعالوا ندوق كده ايه حته من الصدر حلوه كده ونقول ايه راينا. بصوا اللحمه بتاعته حلوه مستويه، يعني انا قطعتها كده طلعت معايا على طول. بصوا اللحمه مستويه، هندوق ونقول بسم الله. بصوا يعني اللحمه بتاعته عامله ازاي، يا رب تكون باينه. هنجربها بالتوميه كده، تستاهل بقكم. اللي هيعمل اشتراك بس واللي هيعمل لايك على الفيديو، اي حد تاني هديله بطاطس عشان جدع. الفراخ طعمها حلو قوي برضو، مظبوطه سواها ولا مهريه ولا مش مستويه، السوا بتاعها حلو قوي. تعالوا نشيل بقى الحاجات دي وهرجع لكم تاني بقى ايه نرغي شويه. بالنسبه للفراخ هي كانت سبايسي شويه، مع اني طلبت الاوردر ده عادي بس في اللذيذ، يعني السبايسي بتاعه مش حامي قوي، زغزغه كده يعني في البوق. بالنسبه للوجبه دي هتكفي فردين بسعر 65 جنيه او 70 جنيه، حلو جدا صدقني والله هتعجبك. والميزه كمان ان الاكل بتاعها متوازن. ندخل على الحلو بقى اللي جاي مع الوجبه دي. العلبه دي فيها فطير بالشوكولاته بالموز، اسمها شيكو بايتس. تعالوا ندوق ونقول ايه راينا. بصوا كده شوكولاته بقى بالموز بالفطير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحه يا شباب الشيكو بايتس دي اختراع يعني الشيف اللي اخترعها ده باشا. بصوا انا بدوق كده خلصتها، هي الصراحه ايه معلقتين شوكتين كده مرتين كده خلصت على طول. انا مش عارف اقول لكم، انا اكده من فرط اللذه ادوبه يعني. الصراحه المود بقى كده، انا كده المود بتاعي بقى حلو كده. هنكمل الفيديو بمود حلو. بالنسبه لتقييمي لوجبه البيك شيكو بايتس دي انا هديها 9 من 10. الصراحه وجبه حلوه كافي فردين. ارقام التليفونات هحطها لكم، لازم تجربوا المطعم ده وتقولوا لي رايكم. تاني عرض معانا واحد فطيره حادق مع واحد فطيره بالشوكولاته بسعر 40 جنيه. ندخل الاول على الفطيره الحادق وبعدين على الفطيره الحلوه. واجيب شوكتين ادي على جنب كده، نفتح كده الفطيره الحادق ده فيه هنا تاني. بصوا دي كده شكل الفطيره الحادق. دي كده سعرها عامل كام؟ دي كده سعرها في العرض يعتبر عامل 20 جنيه. بيخيرك في حاجات كتير، في بسطرمه، في جبنه، في صدق، في سلامي، في سوسيس، في حاجات كتير، فانا اخترتها بالبسطرمه. عندهم بيقولوا لي رايك. طبعا انا عاجبني فيها ان هي من الطرف وطريه. بسم الله. هاخد واحده بالكاتشب بقى، الكاتشب طبعا بيغير طعم اي حاجه الاحسن. فطيره ب 20 جنيه مليانه، طعمها حلو، مخدومه مش ناشفه، لا الفطيره حلوه. انا بصراحه عجبتني قوي 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 قوي. تعالوا ندخل على اخر حاجه معانا، العشق بقى. العيش فطيره شوكولاته. طبعا دي محدش يعمل حسابه ان هو ياخد منها، دي بتاعت العبد لله بس. حاسسها خفيفه، هزعل قوي لو ما طلعتش حلوه. دي شكل الفطيره اللي بالشوكولاته، حجمها معقول، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، متوسطه. تعالوا ندوق ونقول ايه راينا. شكلها كده متفائل بيها، انا متفائل بيها خير. يلا ندوق بسم الله. الفطيره اللي بالشوكولاته خطيره. الصراحه انا النهارده اتكيفت واتسلطنت بالفلوس وبالاكل ده. انا الاكل ده عجبني قوي. بالنسبه لعرض الفطير انا هديله 10 من 10، لان احنا ما نعرفش نجيب من اي مطعم فطيرتين زي دول ب 40 جنيه. الصراحه الراجل ده عامل معانا واجب. لا وعامل بقى حاجه حلوه بقى. عامل ايه؟ ان الناس هتكتب في الكومنتات هيختار منهم يديهم العرض ده جنيه واحد بس. ده اللي شدني وخلاني اجربه، بس هو من زمان وهو معروف. تمام هشيله نيجي نكمل. بالنسبه بقى للمطعم كاجمالي ياخد 10 من 10. المشكله اللي واجهتني ان انا طلبت الاكل عادي جالي سبايسي، بس بصراحه اكله حلو جدا، اكله نضيف جدا، سريع، الاكل جه سخن. يعني الصراحه ما واجهتش معاه اي مشكله. ده كده كان ريفيو سريع عن مطعم البركه. ما تنساش لو انت اول مره تتفرج عليا انزل اعمل اشتراك في القناه، لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني يخليني اعمل فيديوهات كتير. ولو انت بتشوفني على الفيس اعمل لي فولو، واشوفكم في فيديو جديد يا احسن ناس في الدنيا.